بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا دلوقتي طالعين نتفسح، فكان مشوارنا ان احنا يعني ايه رايحين الحديقة اللي هي جنينة الحيوانات. بس عايزة اقول لكم ان ربنا احنا مسيرين ولسنا مخيرين. فاحنا واحنا في طريقنا على الدولي بصينا لقينا نفسنا في طريق رشيد. يعني تحولت الرحلة من جنينة الحيوانات إلى رشيد. عايزة أقول لكم برضو يعني رشيد بلد جميلة واحنا أنا أول مرة أروحها، واحنا كلنا أول مرة نروحوها. فشايفين النخل العالي اللي فيه البلح ده طول الطريق، يعني شايفينه كده. فعايزه اقول لكم ان احنا مسيرين مش مخيرين، يعني حاجه ولا كانت على البال ولا كانت مترتب لها ولا اي حاجه. فوصل رحنا يعني احنا دلوقتي في الطريق الى رشيد. ما بقيناش عارفين نرجعوا عشان نروحوا اللي احنا الحته اللي احنا عايزين نروحوها. لان الطريق طبعا، ويعني بصراحة الطريق في منتهى الجمال من اسكندرية، من يعني كمان من تلاقيه من مطروح لحد العجمي لحد رشيد او المحافظات الاخرى. الطرق في منتهى الجمال، جمال، سهلة سهلة سهلة. فاحنا قررنا قلنا خلاص بقى ده مصيرنا، وربنا اللي يعني يريد ان احنا يعني اراد ان احنا نروح المكان ده. فرحنا حتى يعني كان يعني من ضمن هنشوفوا حاجات حلوة جدا. هنشوفوا طبعا مدافع نابليون بونابرت وكمان رحلة في النيل، حاجة عظمة 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 بصراحة. احنا كل ده في الطريق الى رشيد. شايفين النخل طبعا كان قبل رشيد في ايدكو ده. يعني بص من اولها لاخرها، من اول ايدكو لحد رشيد، واحنا شايفين النخل الجميل مليء مليء ده بالبلح وبموسم البلح اصلا. لان لقينا على الطريق بياعين متجولين بيبيعوا البلح، حاجة كده جميلة وتفرح بصراحة يعني. كمان يعني اكيد هي اتغيرت. يعني يمكن اكون انا رحتها وانا في ابتدائي رحلة يعني في المدرسة. كنت افتكر عن النيل ده كان حاجة بتزحلق كده، يعني طينة بتزحلق. لا لكن دلوقتي اتطورت خالص خالص خالص، بقت بلد جميلة. وهنا بقى مدافع نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية. شايفين المدافع اللي خدناها من نابليون. كمان اعرف كمان معلومة في حجر رشيد. وهنا بقى طبعا النيل. شايفين النيل ده تحدد بقى، يعني دلوقتي تحدد بقى بحديد وبقى شكله حلو، بقى فيه قعدات للناس تقعد وتستمتع بالنيل. طبعا احنا عشان نستمتع بالرحلة دي، بص هنا كمان بتبص جنب المراكب في هتلاقوا في سمك زريعة كده، يعني مليان سمك مليان سمك زريع. ودي اللانش اللي احنا ركبناه لانش كبير جدا جدا جدا. وكان يعني احنا قلنا هنروح وهنركب المركب ونتغدى ونطلب حاجة ونقعد لحد الساعة 3 يعني ونروح ونركب بقى العربية ونروح. فطبعا لأجل الصدفة وحظنا كان في قالوا لنا في يعني ايه في ناس جايين يعملوا ندوة هنا على المركب، هم من نادي كشافة اسكندرية. ففرحنا ان احنا من اسكندرية، فرحنا يعني وكده. فقالوا يا جماعة ايه المركب كده كده هتطلع تفسحكوا على النيل. فطبعا فرحنا وقلنا دايما كده ربنا رايد لنا ان احنا نتفسحوا على النيل مع النادي الكشافة ده اللي هو بتاع الجمرك. بتاع بحري، يعني نادي كشافة البحري. فركبناها وهنا بقى في الطريق طبعا المركب ماشية. قعدنا بتاع ساعة ونص. بصراحة يعني استمتعنا بجمال رشيد. كل حتة فيك يا مصر
بتشهد ان انت جميلة ومصر فعلا ام الدنيا. حاجة كده جميلة، وكفاية النخل الجميل اللي طول الطريق شايفينه، حتى واحنا راكبين المراكب على البر التاني شايفين قدام البيوت في اللي هو الشجر بتاع النخل البلح. واستمتعنا اليوم ده، يعني عايزة اقول لكم حاجة كده جميلة جميلة جميلة. ربنا يخليك يا مصر ودايما عمار. رحلة يعني بصراحة كانت جميلة جدا جدا جدا، استمتعنا. بدل بقى اتغيرت ميعاد المروح من كنا يعني قلنا يعني هنمشي على الساعة 3، لا ده احنا خرجنا من المركب حوالي الساعة 4. 4 كمان وركبنا ووصلنا الحمد لله اسكندرية، يعني في امان الحمد لله. وفعلا طول الطريق نقوله سبحان الله، يعني ان احنا الرحلة كانت يعني انا وابني وبنت ابني وزوجته وقلنا ان احنا يعني هنروحوا النزهة اللي هي حديقة الحيوان. اتحولت من حديقة الحيوان لرشيد وده فرع من فروع النيل، لان النيل كان بيتكون من فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط. فالحمد لله يعني اللي احنا توفقنا في الرحلة دي. و... وبرضه عايزة اقول لكم سبحان الله، احنا مسيرين مش مخيرين. هو ربنا اللي بيختار لنا الخير وبيختار لنا كل حاجة. بنمشي طبعا بهداه و... وكانت رحلة جميلة بصراحة. وهنا النيل بقى كنا بنبقى بنتجول بقى من الشمال لليمين، يعني فسحة كانت جميلة جدا. وفيها طبعا آثار الحملة الفرنسية اللي هي المدافع بتاعة الحملة الفرنسية و... والناس كانت بتصور برضو عليها، وحاجة كده تحفة، حاجة جميلة. وفي ذكرى طبعا لرشيد، كان اكتشف شامبليون حجر رشيد، يعني دي معلومة برضو. حاجة كده يعني بصراحة، يعني معرفش ايه اللي وداه يعني سبحان الله سبحان الله. عايزة اقول لكم على البر التاني كله قدام كل منزل في نخل بلح، يعني ده على البر التاني. وبقت طبعا نضيفة جدا جدا يعني بصراحة، والطريق بقى جميل وسهل. آه، وحاجة عن النيل الواحد كان نفسه يعني